نقول في موضوعنا اليوم نتشرف باستضافة لاعب دولي سابق وهو عبد الرؤوف زرابي الذي سيتواجد معنا للحديث عن كل هذه الأمور. عبد الرؤوف، صباح الخير. السلام عليكم، تحياتي لكم وتحية كل المشاهدين الكرام. نعم، شكرا لك عبد الرؤوف. بداية أريد أن نتحدث عن الأكاديمية التي يدرب فيها عبد الرؤوف زرابي. هناك صنف أقل من 16 سنة الذي تشرف على تدريبه شخصيا، يقدم مستويات رائعة صراحة، وحتى أنه صعد في إلى قسم جديد، إلى قسم النخبة. ما تعليقك على أكاديمية؟ عرفها للمشاهد الكريم وحدثنا عنها قليلا. أكاديمية يونيفير، أنا رئيس فريق هذه الأكاديمية. تأسست أنا وأخي خير الدين وأخي محمد أمين بن شملون والأخ العربي منذ 2019. الحمد لله عندنا مدربين ذو كفاءة وعملوا مع الشباب اللي عندنا. الحمد لله الآن من أقل 14 حتى الأقل 17 سنة يلعبوا كلهم في المستوى العالي في هذه الفئات الشبانية. وراح نشوفوا بلي، هل ربما تشوف بلي هناك لاعبين اللي راح نشوفوهم لما لا ان شاء الله في الدور الفرنسي المحترف، او حتى لاعبين اللي يقدروا يكونوا يملكوا اصول جزائريه انه يمثلوا المنتخب الجزائري مستقبلا ان شاء الله؟ الحمد لله، احنا الحمد لله عملنا عمل كبير من الطاقم الاداري، من الطاقم الفني، من الطاقم الطبي. الان هذه الاقل 16 سنه اللي صعدوا الاقل من 17 سنه ناسيونو من احسن الدوريات في اوروبا. الحمد لله، ولما لا، لكن لازم لك العمل، ولازم لك الاجتهاد، ولازم لك مدربين ذو كفء. ان شاء الله لما لا نشوفوا لاعبين اللي يمثلوا المنتخب الجزائري، وهذا حلم كجزائريين يخرجوا معنا لاعبين اللي راح يمثلوا الوطن الحبيب. شبان مثل ما قلت ان شاء الله نشوفوهم يمثلوا المنتخب الوطني مستقبلا. فقط لدي سؤال صغير قبل ان نغير الموضوع. رؤوف، نشاهد انه اللاعب او لاعب سابق عندما يصبح مدربا، عندما يخرج من الجزائر ويدرب يجد كل اريحيته ونشاهده يتالق، لكن عندما يكون هنا في البطوله المحليه، دعني اقول البطوله الجزائريه سواء المحترفه او الهويه، يجد صعوبات. انت حسب نظرك بما انك تملك الخبره، اين هو الفارق؟ الفارق اخي، احنا في البطوله في الجزائر ما نعملوش كثير مع الشباب. احنا عندنا فرق كبيره الحمد لله مع الاكابر اللي مثلوا الكره الجزائريه دوليا، لكن عند فرق الشباب توجد فريق ام اثنين اللي يعملوا مع الشباب، منهم كفريق بارادو، لان ما يوجد منشات اللي يخلوا الشاب الجزائري يعمل بجديه. وان شاء الله ولما لا رانا نشوفوا التغيير بدا. الحمد لله يوجد فرق اللي راهم يعملوا في لي سونتر فورماسيون تاعهم. ان شاء الله نظن انا في السنوات القادمه ان شاء الله الكره الجزائريه راح تتحسن ان شاء الله. الكره الجزائريه، نبقى ايضا في اخبار الكره الجزائريه. اين سيدخل غدا ان شاء الله المنتخب الوطني لاقل من 17 سنه تحت قياده المدرب غيمار كاس افريقيا بالمغرب، التي ستكون بدايه من يوم غد ان شاء الله 13 ماي الى غايه 2 من جوان المقبل. كيف ترى حظوظ المنتخب الوطني؟ انا شفتهم، تبعتهم اللي لعبوا الدوره في ليبيا. يوجد لاعبين ممتازين مهاريين، لاعبين اللي يلعبوا في البطوله الجزائريه، لاعبين اللي جابوهم ينشطوا في فرق اوروبيه. ان شاء الله انا نشوف بلي ما كانش عندهم الوقت الكافي لتحضير منافسه كمنافسه كاس افريقيا. الموهبه موجوده، لازم لك الانسجام بين اللاعبين، لازم لك عمل كبير. راح يلعبوا ضد فرق اللي عندهم اكثر من سنتين الى 3 سنوات اللي يعملوا مع بعض. ان شاء الله احنا نتمناو، هي الموهبه موجوده. شفناهم في ليبيا بلي عندنا لاعبين مهاريين، عندنا حارس مرمى اللي عمل دوره كبيره في ليبيا، عندنا المهاجمين مهاريين كلاعب عابد لاعب بارادو. ان شاء الله في دوره مصغره كهذه ان شاء الله يكونوا في يومهم ان شاء الله باش يمثلوا المنتخب الجزائري في احسن تمثيل. إن شاء الله. نعم، بالتوفيق للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. هناك أيضا يفصلنا عبد الرؤوف شهر بالضبط على بداية كأس العالم 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. المنتخب الوطني على أبواب المونديال.
هل تتوقع أن تكون صراحة مفاجآت في القائمة النهائية للمنتخب الوطني، علما أنه بعد يومين من الآن سترسل القائمة الموسعة للفيفا، وبعدها في الخاتم من شهر ماي إن شاء الله سترسل القائمة النهائية للاعبين المعنيين بالمشاركة في المونديال؟ مثل ما قلت، هل تتوقع أن تكون ربما هناك مفاجآت في القائمة؟ القائمة الموسعة كانت منتظرة ب 98%. هذيك هي القائمة الموسعة، لاعبين اللي هم يقدموا في مستوى في كل الفرق في الجزائر، اللاعبين اللي يلعبوا في البطولة الجزائرية أم اللاعبين اللي هم يلعبوا في الخليج ولا في أوروبا. القائمة نشوف أنا 98% كانت هذه هي القائمة المنتظرة. لكن في القائمة النهائية دائما يكونوا مفاجآت، لأن الموسم لم ينتهي بعد. يكونوا إصابات، ما نتمناوش إن شاء الله يكونوا إصابات للاعبين الجزائريين إن شاء الله، لكن في الآخر توجد دائما يكون لاعب أم اثنين يكون مفاجأة القائمة الأخيرة. بالتوفيق أيضا للمنتخب الوطني في كأس العالم، ولما لا إن شاء الله نشوفه يتأهل للدور الثاني رغم صعوبة المأمورية. نعرف أن مباراة كأس العالم تبقى صعبة. بالتوفيق للمنتخب الوطني. لابد عبد الرؤوف أن نتحدث عن فريق اتحاد العاصمة، الفريق الذي يشرف الجزائر في القارة الإفريقية، ينشط نهائي كأس الكاف أمام الزمالك المصري. مباراة الذهاب انتهت بسيناريو مجنون وأقول لصالح اتحاد العاصمة بركلة جزاء من توقيع خالدي. الآن الأصعب قادم، مباراة الإياب ستكون هناك في مصر. كيف ترى حظوظ الاتحاد العاصمة؟ هل يستطيع بالخبرة التي يملكها خاصة في منافسة كأس الكاف أن يعود بالتاج مرة أخرى للجزائر؟ اتحاد العاصمة منذ بداية الموسم والجمهور كان شوية غاضب على اللاعبين، كان شوية غاضب على الإدارة، لكن في الأخير الحمد لله باين باللي عملوا. الانتدابات كانت مدروسة. أنا نتبع كي يلعبوا اتحاد العاصمة لفريق يمثل الجزائر وفريق اللي عنده خبرة كبيرة الآن في المنافسة الإفريقية. شفناه واش قدم ضد فريق أسفي في المغرب والآن ضد الزمالك. أنا نظن إن شاء الله بالخبرة اللي عندهم واللاعبين الممتازين اللي عندهم بقيادة حارس مرمى اللي راهو عمل كأس إفريقيا ممتازة، إن شاء الله نتمنى لهم إن شاء الله يجيبوا إن شاء الله الكأس الجزائر إن شاء الله. بالتوفيق لاتحاد العاصمة في مشوارها وفي مباراة الإياب. تفصيله 90 دقيقة فقط عن التتويج إن شاء الله. إن شاء الله يحافظ على نفس النتيجة وحتى يعود بفوز من هناك. عبد الرؤوف، هناك موضوع أريد أن نتحدث معك عنه، وهو موضوع البلاي أوف في القسم الثاني هوات، أو برمجة القسم الثاني هوات. دورة البلاي أوف مكونة من 4 فرق. صاحب المركز أقول الثاني من القسم الغربي يواجه صاحب المركز الثالث من القسم الشرقي، والعكس صحيح. صاحب المركز الثاني من القسم الشرقي يواجه صاحب المركز الثالث من القسم الغربي. بعدها الفائزان من هذه المباراتين يتواجهان في النهائي ويصعد فريق واحد. هل ترى بأنه البرمجة صحيحة نوعا ما، وترى بأنه كان هناك ربما برمجة أخرى كان يمكن القيام بها لتفادي كثرة وضغط المباريات؟ والله اخي واش نقول لك، القسم الوطني الثاني صعيب. ديجا نفيليسيتيو فريق الابيار على التتويج التاريخي اللي عملوا مقابلات كبيره، وفريق اتحاد بسكره اللي كان ثاني عمل هذا الموسم موسم كبير. الان راهم الموسم القادم ان شاء الله يكونوا في القسم الوطني الاول. نفيليسيتيهم هذا المنبر. المقابلات هذو الاخيره يكونوا مقابلات ضغط كبير، تحضير كبير. نقدر نقول لك المدربين الان يكون تحضير ذهني بسيكولوجي اكثر من التدريبات، لان نهايه الموسم ضغط كبير. ونتمنوا التوفيق للفرق الاربعه ان شاء الله، للصاعد ان شاء الله يكون يصعد واحد. هذه فرونشمون كيفاش تكون هذه المنظومه ان شاء الله يكون فيها تغيير في هذه المنظومه، لانك انت عام موسم انت تجتهد وتخدم وفي الاخير تقدر تخسر مباراه، ما تكونش الضغط يكون عليك. الله مقابلات كما هذه يكون ضغط كبير اخي. احنا لعبنا مقابلات كهذوك عندما كنا لاعبين، عندما يكون مقابله فاصله يكون ضغط كبير. نتمنى ان شاء الله الاحسن هو اللي راح يصعد ان شاء الله. إن شاء الله. لكن فقط كأعطيك معلومة زميلنا رؤوف زرابي، أنه الموسم القادم إن شاء الله سيسقط
10 أندية في كلتا المجموعتين، يعني سنشاهد سقوط 10 أندية من الجهة الغربية و10 أندية من الجهة الشرقية، يعني بالمجموع سقوط 20 فريق. بالمقابل سيكون الموسم الذي يليه قسم ثاني بمجموعة واحدة. هل سترى بأن الأمور ستكون صعبة وصعبة جدا الموسم المقبل؟ ربما سنشاهد أندية كبيرة وكبيرة وحتى عريقة قد تواجه شبح سقوط ولا نراها مجددا. لازم يعملوا بجد. على بالك كي تكون هكذا التغيير في المنظومه، لازم الانسان يبدا على بكري للتحضير الفريق تاعو بجد. راح يكونوا مفاجات. رانا شفنا هذا الموسم فرق كبيره اللي نتمنوا لهم الخير، شفناهم يلعبوا لتفادي السقوط. الفرق اللي قدموا للوطن، فرق اللي لعبوا كاس العالم، اللي كانوا في كل موسم رغم كانوا ما كانش عندهم امكانيات ماديه كبيره، لكن كانوا كل موسم يلعبوا على اللقب، على كاس الجزائر، يلعبوا على كاس افريقيا. لهذا الموسم القادم حيكون صعيب 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 جدا. نعم، بارك الله فيك اللاعب الدولي السابق عبد الرؤوف زرابي على كل إجاباتك وعلى كل وقتك الذي منحته لنا رغم انشغالاتك. نقول لك بارك الله فيك ويوم موفق وبالتوفيق أيضا في مشوارك التدريبي. بارك الله فيك اخي. من هذا المنبر اخي اشكر المدربين تاع الاكاديميه، الياس الخلفي، فيورنتينو والدو، محمد فريد والداودي حسن، على العمل الجبار اللي قاموا فيه مع فريق اقل من 16 سنه. بارك الله فيكم.